يا فتاح يا عليم، ازيك يا كريم؟ شغل يا ابني الفيديو، هات الحديده. يلا بينا. قوم يلا اتحرك، غير العالم. كفايه سلبيه، بتنام 8 ساعات بس والباقي تقدر تغير بيهم كل حياتك. اكيد صادفت فيديوهات بتتكلم عن كده، ناس كرست حياتها بشكل كامل عشان تتكلم عن موضوع بس ان هم يقدروا يغيروا حياتك بشويه كلمات بسيطه. بيعملوا محاضرات تعلمك ازاي تقدر تعيش، ومن اشهر الناس دي واللي اكيد احنا عارفينهم دكتور ابراهيم الفقي، واللي اكيد انت صادفت محاضره من محاضراته اللي كان بيتكلم فيها يا اما عن الادراك يا اما عن رحلته بره، والبنت اللي قدر يساعدها لما كانت سكرتيره من انها تعلي المرتب بتاعها. وخلينا عشان نكون في صوره قريبه للي حصل او للي بيحصل في المحاضرات دي، ننتقل لاحد استديوهاتنا في باريس مع دكتور سامح العيدروس. السلام عليكم، معكم الدكتور سامح العيدروس، دكتور تنميه بشريه والعلاج بالاعشاب في جامعه الشرقيه. في الحقيقه في يوم كنت مسافر باريس وعديت جنب قهوه شعبيه كده جنب برج ايفل. انا دايما انسان متواضع، فاحب ان انا اقعد جنب الناس الشعبيه. المهم دخلت الكافيه، لقيت الناس كلها قاعده، رحت على ترابيزه بسيطه كده وطلبت من البنت الجرسونه اللي هناك كوبايه قهوه. وفي الوقت اللي هي جت تقدم لي فيه كوبايه القهوه لاحظت ملاحظه بسيطه. طب ايه هي الملاحظه؟ لقيت ان البنت حزينه جدا وهي بتقدمها لي. وهنا تبادر لذهني مقوله لاحد الشعراء، ولكني في الحقيقه وقتها نسيتها، فقلت ان انا اسال البنت بكل بساطه انت ايه اللي مزعلك؟ فقالت لي بصراحه انا هنا بقالي 5 سنين ولسه في نفس المكان. سالتها مره تانية قلت لها طيب انت ليه في نفس المكان؟ ليه ما قررتيش تمشي؟ قالت لي لا انا ما اقصدش. قالت لي اقصد ان انا حتى ما بقتش مشرفه او مديره. قلت لها ده بسبب حاجه واحده. قالت لي ايه هي؟ هل بسبب القهوه الوحشه؟ قلت لها لا، ولكن بسبب انك بتبقي مكشره وانت بتبصي للزباين. قالت لي طب انا اضحك لهم؟ قلت لها بالظبط. قالت لي طب ما ده ممكن يخلي الزباين يفتكروا الموضوع مش كويس بالنسبه لي. قلت لها خلاص خليكي عابسه في وش الزباين. قالت لي بس ده كده هرجع لنفس الموضوع. في الحقيقه قلت لها ممكن تجيبي لي القهوه بس، محتاجه اقوم امشي. عاوز يكون ليك دور في المجتمع، تتغير لإنسان أحسن، حاسس إنك مالكش أي دور، الناس مش شايفاك. هنا إحنا نقدر نخلي كل الناس عارفة أنت مين. أنت تقدر من النهاردة تتغير، يقدر يكون إنسان تاني معانا. هقدر أقول لك هتعمل إيه. التنمية البشرية أو تطوير الذات، هل هم مصطلحين لمعنى واحد ولا هم مختلفين تماما؟ هل فعلا ده علم بناء الشخصية البشرية ولا هو مجرد كلام مترتب شكله حلو؟ في الحقيقة في رحلة بحثي في الموضوع ده قدرت أوصل لمجموعة بشرية غريبة جدا، مجموعة قدرت إن أنا أسميهم بمدربين التنمية البشرية أو مدربين تطوير الذات. وهنا خليني أقول لك إيه الفرق ما بين التنمية البشرية وتطوير الذات. مبدئيا كده التنمية البشرية هو مصطلح ظهر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، هدفه تطوير المجتمعات وإحلال تجديد فيها بعد فترة الاحتلال عن طريق الاستفادة بالعنصر البشري كأساس للتجربة دي بشكل كامل. وكان الهدف منها بكل بساطة إنها تسهل على الناس في المجتمع الواحد الحصول على فرص تعليم صحيح والحماية من البطالة ووجود رعاية صحية بشكل كامل. كلها أغراض كويسة وموجودة في كل مجتمع إحنا محتاجينها. تمام؟ لحد دلوقتي إحنا ماشيين مظبوط والكلام كله علمي عادي جدا. بس ايه هو بقى تطوير الذات؟ خليني اقول لك انها ملهاش تعريف صريح او معترف بيه، لانها ببساطه مش علم اصلا. بس خلينا نقول انها عباره عن الطريقه اللي اي انسان بيحاول انه يغير نفسه بيها للاحسن. ولكن مع نهاية القرن اللي فات ظهرت مجموعة من الناس بتدعي انهم يقدروا يطوروا اساليب وطرق جديدة تقدر تساعد اي انسان على انه يكون احسن، واللي هم مدربين التنمية البشرية. واستخدموا مصطلح التنمية البشرية ده عشان يعملوا اساس معروف للكلام اللي بيقولوه. وخليني ما اكونش في وضع الهجوم واقول ان ظهور مصطلح مساعدة الذات ظهر في القرن ال19 وكان في سياق قانوني، ومن امثلته كان دستور كامبل الاخلاقي واللي كان بيدعو لتحمل المسؤولية الشخصية وامكانية ضبط النفس من خلال التعليم. واللي ساعد كمان على انتشار المفهوم ده كان مقال نشره رالف والدو سنة 1841 بعنوان التعويض، واللي أشار فيه إلى إن كل فرد بيحتاج لمعرفة تعريف تطوير الذات واكتساب المهارة دي لأنها ضرورية جدا. الموضوع طلع ليه أسس تاريخية فعلا ومعترف بيه، وليه حتى تعريف علمية بسيطة حتى لو ما كانتش بشكل كامل. خليني أقول لك إن ده مش معناه إن هو تحول لعلم معترف بيه أو شيء نقدر نستفيد منه، دي كلها مجرد آراء شخصية بس. لكن في الحقيقة أنا عاوز أعرف هو ليه لو انا عاوز اتعلم لغه جديده مثلا بس مكسل اروح ادفع فلوس في كورس لواحد قاعد يقول لي انت ليه مكسل؟ قوم خد كورس. فين الاستفاده؟ وهي دي مشكلتي مع اللي بيتقال عليها تنميه بشريه، لان ببساطه شايفها مجرد سبوبه ناس بتعملها علشان تاكل منها عيش.
حاجات زي تنظيم الوقت والادراك ومعرفه الشخصيه والمظهر الخارجي، دي حاجات ما ينفعش انك تروح لحد علشان تتعلمها منه. بس ده ما يمنعش طبعا انك تقدر تغير من نفسك، بس ده شخصيا. لكن انك تروح محاضره وتدفع فيها فلوس عشان حد يقول لك ان القميص اللي انت لابسه ده ما ينفعش على مكان معين انك تروحه، انا شايف ان ده مضيعه للوقت. خلينا مثلا ناخد النظام على الصلاه كمثال. مفيش حد ما بيصليش هيصلي لو انت رحت قلت له قوم صلي، لانه لازم يكون في اقتناع داخلي وازع ديني بيقول له يعمل كده، لان في ثواب وعقاب لو عمل كده او ما عملش كده. بس انا برضو رجعت وقلت طب ما يمكن انا ظالم الناس دي، وفعلا الناس دي فعلا بتقدم رساله كويسه، بس انا ما اخدتش نظره كامله للموضوع، ورحت وشغلت فيديوهات لمحاضرات لناس معروفه جدا زي ما قلنا استاذ ابراهيم الفقي ورشاد فقيهه. ويا للملل، بعد كام فيديو ادركت اني بدور جوه حلقه زمنيه مفرغه بتتكرر بشكل متواصل، كلها بتتكلم عن ان حلمك مستنيك، هزها وقوم حققه، وانك مختلف عن الاخرين لان عندك اراده. فانا قررت افكر واقول يا ترى لو انا مكان الاخرين دول وهم مكاني، كان هيتقال لهم ان هم مختلفين عن الاخرين؟ في الحاله دي هكون انا مختلف ولا مش مختلف؟ انا مش فاهم حاجه. ما تخليش السن عائق معين ليك، كل الناس بدات وهي كبيره في السن، حتى لو انت صغير برضه هتبدا معانا، هنقدر نحركك من كل مكان تقدر تكون فيه. وهو ده اللي انا اقصده، لانه بالرغم انها معلومات وكلمات تبان انها مهمه جدا، لكنك لو فكرت فيها 3 ثواني بس هتلاقي انها مجرد سبوبه لمده ساعه او ساعتين، بيتقال فيها شويه كلام مفعوله بيدوم لمده كام ساعه بالظبط وبعد كده بيروح. وبس يا سيدي، في النهايه احب اقول لك ان دي كلها اراء شخصيه. لو الموضوع بالنسبه لك ان هو فعلا مفيد وزي الفل وتقدر انك تستفيد منه، فانا شايف انك محتاج تتعالج بس مش اكتر. وبس يا سيدي، كده الفيديو يكون خلص. لو الحلقه عجبتك دوس لايك وسبسكرايب وشير وشير بين صحابك، لو ما عجبتكش دوس ديسلايك وشير برضه بين صحابك، مش مشكله. وبس، سلام.